فلاديمير بيتكوفيتش على رأس المنتخب. هذا هو التربص اللي كان الأصعب. على أصعب لأنه كانت مباراتين في غاية الأهمية، كان لازم علينا نفوزوا بهم باش نقعدوا في السباق ونتقربوا من التأهل إلى كأس العالم. وثانيا تلعب ضد منافس قوي اللي هو موزمبيق، وخاصة كذلك عندك تنقل صعب لبوتسوانا، أكثر من 10 ساعات طائرات، ما اونتو لازم تحسب لالي وروتور صات في هاي 20 ساعة في السماء. وما لعبناش في لا كابيتال، دونك في العاصمة البوتسوانية، رحنا لفرانسيس تاون. المناخ متبدل نوعا ما لتما. لعبنا على الساعة صيام الثانية، الصيام، اللاعبين كانوا صايمين. ما نكذبش عليك، كنا نوعا ما خايفين، ماشي خايفين، عارفون المنتخب الوطني عنده الامكانيات باش يقدر يفوز.